ايوه، انا كانت والدتي عندها سؤال بس. اتفضلي يا فندم. كانت عايشه زمان مع حماتها. اللي هي جدتك مش احسن من حماتها؟ ايوه ايوه حضرتك تمام. كانت ماشي. جدتي مريضه. جدع، شاطره شاطره. وكانت قاعده في الشقه اللي تحتها. طيب. وكانت بتنده على والدتي عشان تعمل لها حاجات، يعني تخدمها وكده. فمك طنشت. فكانت والدتي ما كانتش بتعمل لها حاجه. ايوه طنشت وضميرها سحر على ايدي. فهي كانت تعبانه، يعني كانت مريضه جامد، وكانت ما بتقدرش تعمل اي حاجه لنفسها يعني. ايوه. جدتي مريضه جامد. وطبعا بابا بقى كان موجود ومفكر ان امك بتخدم امه ايه؟ خدمه العبيد للسيد. لا، هو يعني طول الوقت مش بيبقى موجود في البيت. اي بس ما اطمن ان امك قايمه بالواجب. امال ايه؟ معايا ست البت الاصيله وامك مطنشه، الله يسامحها ويرحم جدتك. جدتك لسه عايشه؟ لا، ماتت. ايوه، تطلع امك بقى تبيع الذهب وتتصدق على جدتك. هي دلوقتي تعمل ايه؟ والله العظيم انا عارف، وقلت امك تبيع الذهب واوعي تزعلي انت وتقولي ده الذهب بتاع البنات. لا، مش بتاع البنات، ذهب امك لامك لغايه لما ربنا يتوفاها. تتصدق على جدتك وتدعي لها ليل ونهار. اكتر من الجوز دول ما تعملش حاجه امك ابدا. البي في الشغل ممكن جدا اتصور انه راجع يبوس الايد اللي كانت بتخدم امه، وهي تقول له انا عملت حاجه؟ ده حتى مش متعبه خالص. يقول لها مش متعبه؟ ده انت عشان اصيله، ده انت عشان بنت ناس متربيه. انا عارف امي كبيره في السن وطلباتها كتيره يا اخويا، والله ده انا بعملها زي امي واكتر. امه تحت في البرد مش متغطيه، ممكن تقوم من غير عشاء.